اجي نشوفوا اش قدر المغرب يحقق في مده سنه في عالم الرياضه. في شهر 12 قدرنا نوصلوا للمربع الذهبي بالتغلب على كل من بلجيكا، كندا، اسبانيا والبرتغال. الحدث الثاني هو اننا قدرنا ننظموا كاس افريقيا للاولمبيين، وقدرنا كذلك ننتصروا على بزاف ديال الفرق في هذا الكاس، وختمناها بربح الكاس من اللي ربحنا مصر. والحدث الثالث هو الفوز بتنظيم كاس افريقيا 2025 اللي كتعتبر شي حاجه خياليه، وشحال هذا ما نظمناها. والحدث الاخير كيف ما شفتوا غنظموا كاس العالم 2030، هذا الملف اللي مشترك ما بين المغرب، اسبانيا والبرتغال. راه هذا كاس العالم مهم للمغرب بزاف، وخاصه من الناحيه السياحيه، حيت غيزيد المغرب يتعرف وغيعرفوا السياح بزاف ديال الاماكن في المغرب. هذا الشيء اللي غيخليهم يعاودوا يرجعوا ليه مره اخرى، وهنا غيزيد يتحرك الرواج المغربي. والصراحه هذا الشيء غيرفع المغرب، حيت كره القدم ما بقاتش غير رياضه عاديه، فراه ملي كيتفرج فيها العالم كله، يعني الا نظمتي كاس العالم، العالم كامل غيشوف، العالم كامل غيتعرف عليك، وفاش غادي يتعرف غادي يزيد ينتعش الاقتصاد المغربي، حيت كلشي غيبقى يجي للمغرب.